واحد العائله داخلين وسط البحر، الاب سميتو اد، البنت سميتها نانسي، والمراه سميتها كاسيدي. العائله كيستمتعوا بوقتهم، الاب كيعلم بنته كيفاش تعوم. واحد شويه بنته بدات كتقول ليه علاش كتضربني من التحت. قال لها ودي ما ضربتكش، راه غير كيتخيل ليك. واحد شويه حتى هو بدا كيحس بلي شي حاجه كتقيسو من التحت. قال لبنته يلا نطلعوا للباطو، وبدا كيحاول يقرب للباطو. البنت طلعت شداتها امها، ولكن هو ما قدرش يطلع. شي حاجه كتعضو من التحت. السيد ولا كله دمايات، عائلته كتغوت، بنته خايفه، ما عرفوا كيفاش يديروا تينقذوه. هذا الموقف ما غاديش تنساه نانسي حياتها كامله، غادي تولي معقده لدرجه دايما كتقفز في نعاسه، خصوصا وانها اول مره غادي تجي للدوله اللي وقع فيها الحادثه لباها. ولكن هاد المره جات مع الزوج ديالها اللي كان سميتو كراغ، راجل كان خدام في واحد المتحف وصيفطوه باش يلقى شي كنز كاين في الاعماق ديال البحر. ملي شاف مراته في ديك الحاله غادي يقول لها الا بغيتي تبقاي في لوطيل بقاي، ولكن هي اصرات وقالت لي غادي نمشي معاك. نانسي كانت كتعاني بالمعقول، اي حاجه في ديك المدينه كانت كتفكرها بالحادثه اللي وقعت لها مع الاب ديالها، لدرجه غادي تبان لها واحد البنت صغيره وغادي تبقى تشوف فيها حتى فكرتها في ذاك الموقف. هنا غادي تبدا الرحله. كراك غادي يعرف مراته على واحد الصديق ديالو اللي سميتو بنز. هذا الصديق هو اللي ديالو الباطو، وغادي يعلمهم باللي جوج ديال صحابهم غادي يكونوا معاهم، الاسم ديالهم بيير وساره، وغادي يوريه واحد المساعد ديالو هو اللي كيسوق ليه الباطو. ما حدا كتزيد تعمق في البحر وهي كتفكر الحادثه اللي وقعت للاب ديالها، وتفكرت حتى واحد الحوار ديال الجد ديالها اللي كان مرشد سياحي في ديك الجزيره، وكان دائما كيحضر الزبناء ديالو باش ما يقيسوش اي نبته، لدرجه واحد غادي يحاول يقيس واحد النبته وغادي يقول لي هذه كون قستيها غادي تصفيها ليك. هنا غادي تبان ليه الحفيده ديالو مكتئبه، وغادي يمشي عندها يقول لها مالك، غادي تقول لي راه تفكرت الاب ديالي. غادي يعنقها وغادي يبدا يخفف عليها. هنا الصديق ديالهم اللي كان معاهم في الباطو مخدم الراديو، غادي يبداو يقولوا ليه في الراديو حديو راسكم ما تمشيوش لهذا البحر، راه كيوقعوا فيه كوارث، كاينين فيه قراصنه. وقالوا لهم واحد الباطو يلاه غرق كان هز اطنان ديال الكوكايين، ويسحب لكم بنز تسوق ليه. ما تسوقش لهاد التحذيرات، وكاع دوك اللي راكبين معاه ما تسوقوش ليه، كانوا كيقولوا باغيين يخلعوهم باش ما يمشيوش يقلبوا على الكنز. هنا كيبان جوردن واللي هو زعيم ديال واحد العصابه اللي ما كتضحكش، فين ما شافوا شي فلوكه في البحر ما كيزقلوهاش، كيقصدوها نيشان، كيديو ليهم الاسلحه ديالهم وكيديو ليهم الفلوس ويصفيوها ليهم ويلوحوهم ياكلهم القرش في البحر. كيبقاو يفليو في الفلوكه، اي حاجه كتنفعهم كياخدوها. هنا جوردن غادي يبان باللي بان ليه واحد الجي بي اس، هزو بقى كيقلب فيه وكان عارف باللي غادي يحتاجو. هنا البوكوصه ديالنا كتهضر مع الجد ديالها ابل فيديو، وكتقول ليه باللي هنا الا ما جاوبتكش راه ما عنديش الريزو. كان كيخاف عليها وكيبقى يوصي فيها، وفعلا غادي تقطع ليها الريزو وغادي تقطع لابيل معاه. وغادي تبان الام ديالها اللي غادي تقول ليه راه بنتي ما بقاتش صغيره، ما كاينش لاش تبقى تشوش عليها. غير سالات مع جدها، غادي يبان ليها كاي كيوجد لي كومبينيزون وكيوجد واحد القفوسه باش يقدروا يهبطوا في البحر ويغوصوا. السيده عندها عقد كبيره من هذا الشيء، ما حملاتهمش، دات واحد ردة الفعل خايبه وبدات كتقول لهم هذا الشيء ما اتفقناش عليه. وهو بقى كيهدن فيها وكيقول لي هذا الشيء راه حنا مولفينه ودائما كنجيو هنا كنغطسوا. قال لي راه عندي قفص وما عندك مناش تخافي. بدات كتعرف باللي راه زادت فيه شويه، وبدات كتطلب منهم السماحه، وقالت لهم راه ردة الفعل ديالي كانت بسبب داكشي اللي وقع ليا هنا شحال هذا. جدها كان كيقول لها باش تسالي هاد العقده النفسيه خاصك تواجه المخاوف ديالك. ملي دوراتها في راسها غادي تقول للزوج ديالها انا غادي نغلب المخاوف ديالي وغادي ننزل نغطس معاكم. راجلها فرح وعنقها. هنا غادي نرجعوا لجوردن اللي غادي يستعمل داك الجي بي اس باش غادي يحدد البلاصه فين كاينه ديك السفينه اللي غارقه. هاد السفينه كان دوا عليها الراديو في الاول وقال باللي هي غرقات وعندها اطنان ديال الكوكايين. نانسي وهي كتحاول تلبس الكومبينيزون باش تهبط معاهم في البحر غادي تفاجئ باللي ماشي كلشي غادي ينزل، غادي تفاجئ باللي بنز ما بغاش يهبط. مني سولاتو قالت لي علاش، غادي يقول لي انا هادشي طلع ليا في راسي، دائما كنهبط وما كاينش لاش نهبط كل مره. بقات كتشوف فيه، حسات بشي حاجه ما هياش، ولكن واخا هكاك غادي تنزل هي والزوج ديالها وغادي ينزل معاهم ساره وبيير. نزلوا الاعماق ديال البحر غيلقاو شي معادن فيهم الذهب وغادي يفرحوا بزاف وغادي يعرفوا باللي الغوص ديالهم انجحوا داكشي اللي كانوا جايين على ودو. لقاوه فعلا، لقاو الاثار ديالو، ولكن بطبيعه الحال هادشي ما غاديش يدوم. بيير وساره كانوا فرحانين، ساره غادي تقول لبيير يصورها، بقات كتعوم وكتدور تما، وواحد شويه غيخرج لها الوحش، واحد القرش ابيض كبير بزاف. ساره شافتو تخلعات، بدات كتشير لراجلها وكتقول ليه حضي راسك. غادي تلفت غادي يبان ليه القرش تخلع تزعزع.
غادي يحاولوا يهربوا ويوصلوا للباطو، ولكن بطبيعه الحال القرش كان سريع، غادي يوصل ليهم وغادي يقطع اليد ديال بيير. بيير بدا كيخوت لدرجه غادي يسمعوه في الباطو الفوق. نانسي وراجلها ما كانوش بعاد، غادي يشوفوا داك الكميه ديال الدم وغادي يعرفوا بلي شي حاجه خايبه وقعات. قربوا ليهم بداو كيحاولوا يدفعوهم باش يطلعوا الفوق. لقات من يشم الدم ولا كيتبعهم كتر وكتر. ساره غير وصلت فوق الماء وبدات كتغوت وقالت البنز باللي هاجمهم القرش. بنز وكاي بداو كيجريو وحاولوا يجروا بيير ويطلعوه الفوق. الحاله ديالو كانت صعيبه. كراك راجل نانسي غادي يشوف القرش قريب لمراتو وغادي يعاونها باش تطلع. الصدمه ديالهم كانت قويه، ما عمرهم كانوا كيتوقعوا يشوفوا شي قرش بداك الحجم. ساره كانت مصدومه لداكشي اللي وقع لراجلها، وبنز قال لهم هادشي راه عادي وحنا راه ولفنا نعرفوا بلي كاينين قروش كبار هنايا. هنا غادي يعرفوا بلي بيير بدا كيفقد الدم وخاصو المساعده باش يوصل للمستشفى. غادي يضطر باش يبدل المسار ديال الباطو ديالو باش يقرب لواحد الباطو كبير كان كيبان لهم في الضباب. غادي يقربوا لذاك الباطو والمصيبه هو الباطو ديال جوردن. بنز على نيته كيعاود ليها شنو واقع من الاول حتى الاخر. جوردن شرط عليه باش يدخل يشوف داكشي بعينيه. نقز عندهم الباطو وبدا كيحاول يقدم لهم الطاقم ديالو. هنا في عوض ما يعاون صاحبهم غادي يبدا يعاود لهم على القرش اللي كاين فعلا في البحر، وقال لهم باللي ما قدر حتى شي واحد يصيدو بكثره الضخامه ديالو. وبدات كيعاود لهم باللي حتى هو عنده قصص حزينه مع القرش. اصحاب نانسي بقاو غير كيشوفوا فيه، بان لهم ما مسوقش وجالس كيحكي لهم في الحجايات ديالو. هنا غادي يعرفوا بلي هاد خينا ما غادي يعاونهم حتى شي حاجه، هذا فيه غير البلا بلا والهضره الخاويه. غادي يبداو يحاولوا يقولوا ليه غير سير فحالك. جوردن لصق ليهم تما ما بغاش يتململ، بدا كيقول لهم بلي راه كاينه واحد العاصفه غادي تجي وراكم غادي تحتاجوني. بنز وكراك غادي يقولوا ليه ودي غير سير فحالك. جوردن هنا غادي يبدا يبين الوجه الحقيقي ديالو وغادي يقول لهم واش شفتوا شي حاجه في البحر. بنز قال لي ما شفنا والو، راه دوينا معاك وقلنا لك سير فحالك. هنا جوردن بدا كيدور في عينيه وغادي يبان ليه داك القفص كان عارف راسو باللي غادي يحتاجو باش ما يدورش به القرش ويهبط يقلب على الكنز. همزه واش من همزه جابها ليه الله. غادي يعيط للطاقم ديالو وغادي يقول ليه لو حبهم في البحر. من سمعوا ديك الهضره تصدموا وعرفوا باللي هادو راهم قراصنه. غادي يعرفوا باللي هما باغيين القفص وغادي يقول ليه بنز خود القفص وخلينا حنا نمشيو فحالنا. غادي يصوب عليه الفردي وغادي يقول ليه انت غادي تسد داك الفم ديالك قبل ما نريبو لك. نانسي غادي تبغي دير شي حل وغادي تبدا تهضر وغادي تقول ليه باللي انا الوحيده اللي نقدر نهبط في هذاك القفص. قالت لي هاد الرجال ديالك كاملين وازنين تبارك الله. قالت لي ما غاديش يقدر يهزهم القفص لداخل، وفعلا غادي تقنعهم حيت هما كانوا خايفين من القرش وخايفين توقع شي كارثه لتحت ديال الماء وما يقدروش يهربوا منه. صحاب لكم عطلوها. قال لها زيدي قدامي دابا غادي تنزلي. وجدوا لها القفاص لبسوها الكومبينيزون عطاوها الاكسجين وبدات كتنزل بشويه بشويه. وواخا خايفه بدات كتفكر الهضره ديال جدها وهي اللي كتشجعها. اما نزلات القرش ما عطلهاش، بداو كيدوروا حداها جوج ديال القروش اكبر بزاف. الحاجه المهمه هو ما خاصهمش يعرفوا بلي لقاو الذهب تحت البحر. كراك حاول يخبيه ويعطيو الكاي. القروش بداو كيبانوا وبداو كيشوفوهم وكيعرفوا بلي هما كبار بزاف. جوردن قال لهم ما غاديش نوقف المهمه، كملوا داكشي اللي بديتو به. انا كراك ما حملوش حيت ما كانش مسوق ليه الزوجه ديالو، تموت ولا تقعد. غادي يجي نيشان وغادي يقول ليه وليني انت واحد ولد الكلبه. جوردن ضحك عليه وقال لي علاه يلاه عرفتيها. هنا نانسي هبطات لتحت وبان لها داكشي اللي خاصها تهز وحاولت تخرج بلا ما يقرب ليها القرش. واخا هو كان حاضيها وكان كيتسنى غير الفرصه باش تخرج من القفص باش يصفيها ليها. غير كتخرج كتحاول تشد داكشي اللي خاصها تهز ما كيعطلهاش، كتلقاه في جنبها وكترجع تجري للقفص. القرش طلع ليه الدم بزاف وجهل وبدا كيحاول يهرس القفص. وحتى فوق الباطو بداو كيحسوا باللي القرش جالس كيجر لهم في القفص. غادي يبداو يجروا في القفص وغادي تطلع نانسي وغادي تبقى تغوت وغادي تقول لهم لتحت كاينين جوج ديال القروش كبار بزاف. هنا جوردن ما مسوقش لها، غادي يقول لها جيبي لي داكشي اللي هزيتي. غادي يعرفوا بلي نانسي هزات غير جوج ديال الكراطن وخلات واحد طاح ليها في الطريق. واحد من العصابه ديال جوردن غادي ينزل الماء باش يشوف واش بصح كاينين غير جوج الكرتونات، وتما غادي يبدا يهجم عليه. جوردن غادي يبدا يحاول يعتقو، وهنا كراك غادي يستغل الفرصه وغادي يبغي ياخذ جوردن سلاح. جوردن شدو ولاحو في البحر وبدا كيتيري فيه بالقرطاس، ولكن ما جات فيه حتى شي قرطاسه حد دغيا هبط تحت الباطو.
نانسي بقات كتغوات وتصدمات، خصوصا من يبان لها داك الماء كله ولا احمر. هنا نانسي وهي تتبكي على راجلها وطالع ليها الدم، صاحبتها غتبغي تواسيها وغتعطيها واحد جوج ديال العمولات، وهاد العمولات كانوا لقاوهم تحت البحر مني كانوا غاصوا الغوصه الاولى. غادي يجبد عليهم جوردن فردي ويبغي يصفيها ليهم، ولكن غادي يتفاجئ بهذوك جوج عملات اللي عندهم. جوردن طماع كبير، مني عرفهم عارفين بلاصه الكنز، غادي يخرج عينيه بالمعقول. اول حاجه غادي يدير غادي يلوح بيغ للبحر وقال لهم هذا ما نافع بوالو، قلبو كحل ما كيعقل على حتى شي واحد. هنا غادي نعرفوا باللي كراغ مازال حي ومشى ديريكت لواحد الفلوكه. جوردن غادي يقترح عليهم باللي ساره ونانسي غادي ينزلوا تحت البحر باش يجبدوا ليه الكنز. صوب عليهم الفردي وما عندهم حتى شي خيار اخر الا يوافقوا. نانسي غادي تبدا تغوت على جوردن، وهنا غادي يبدا يعاود ليها القصه ديالو، وقال لي انا كنت خدام في الجيش الامريكي وجراو عليا. واحد شويه غادي يدخل كاي وغادي يقول لهم باللي لامارين قربوا لينا. جوردن تخلع، غادي يقول نانسي عندك تفكر تخوي بيا، وفعلا لامارين وصلوا ليهم وقفوا عليهم بالفلوكه. جوردن بدا كيدير راسو بني نانسي الحبيبه ديالو، وقال لهم هو جاي يدوز وقت زوين هنايا مع الحبيبه ديالو ومع الصديقات ديالها. الاعضاء ديال لامارين من شافوا الوجه ديال نانسي والصديقه ديالها غادي يعرفوا بلي شي حاجه تما ما هياش، وغادي يقولوا لي سير جيب الوراق ديالك. قال لهم واخا انا غادي نمشي نجيبهم من البيت. مع دخل مع كيخرجوا الاعضاء ديالو وكيشرشموا لامارين واحد بواحد. العصابه ديال جوردن بغاو غير كيشتو في القرطاس، وهذا الشيء غادي يسبب واحد الاصابه الكاي، وحتى الباطو غادي يتضرر من التحت. ولكن جوردن ما تسوقش لهذا الشيء كامل وقال لهم خاصنا نكملوا المهمه، يلا نقلبوا على الكنز. في هذا المشهد غادي يبان كراك باللي لقى واحد السلاح، وهنا نانسي كتحاول تهدن ساره. قالت لها انا كنواعدك غادي نلقاو شي حل، قالت لها تهدني وخلينا نهبطوا، وفعلا نقزوا للبحر. بنز كان كيحاول ينقذ كاي، ولكن غادي يجي عنده جوردن وغادي يبدا يضحك عليه ويطنز عليه وغادي يقول لي غاك تضيع في وقتك. قال لي منا غادي يرجعوا البنات غنصفيها لكم كاملين. بنز هز راسو وقال لي صاحبي فيك الهضره بزاف، قال لي ما كتسكتش. جوردن هز عليه الفردي وقال لي شنو هو، انا نوري لحبك ما كنسكتش كي دايره. بنز غادي ينوض في البلاصه غادي يشير عليه في واحد الكروشي غادي يلوحو تما مجبد. بنز علاق، ولكن جوردن غادي يوقف وغادي يتيري عليه في ظهره. هنا البنات كيحاولوا يواسيو بعضياتهم باش ما يتخلعوش. جوردن غادي يعيط لواحد من الاعضاء ديالو وغادي يقول ليه تبعو صفيها ليه. يلا باغي يقلب عليه، غادي يخرج بنز وغادي يصيفط ليه واحد النبله غادي يلوحوا في البحر. القروش هما كيتسناو شي فرصه بحال هادي، كنقول لك ما زقلوش. جوردن غادي يلقى البلاصه ديال بنز وغادي يصيفط ليه واحد القرطاسه غادي يلوحو مجبد. ساره ما قدراتش تمالك الاعصاب ديالها، بقات نانسي كتقول ليها بشويه عليك ما تخافيش، ولكن ما داتهاش فيها وبدات كتعوم غادي خارجه من البحر. عيات توصي فيها كتقول لها غادي يتبعك القرش، وفعلا كيدوروا بهم القروش وكيحاصروهم. ساره ما داتهاش في النصائح ديال نانسي، بقات كتجدف وكتضرب برجليها، وهذا الشيء غادي يلفت الانتباه ديال القرش وغادي يمشي ليها غادي يرجعها كفته. صافي نانسي من شافت داك المنظر ما بقاتش مسوقه شنو غادي يوقع ليها وما بقاتش كتخاف من القرش، غادي تنزل وتغطس وغادي تمد ليه يديها. تفكرت داكشي اللي وقع للاب ديالها وتفكرت النصائح ديال جدها، مدات يديها وفعلا نجحات هاد القضيه وخلات القرش يدور ويمشي في حاله. عامت حتى البحر وطلعات وقالت لجوردن نزل بوحدك جيب الكنز. قالت لي الاصدقاء ديالي كلهم ماتوا وهذا الشيء كامل بسببك. غادي يبان واحد المشهد ديال كراغ غادي يطلع في الماء وغادي يتوجه مباشره للباطو اللي كانت فيه مراته. غادي يوصل ليه وغادي يطلع وغادي يشوفوا واحد من الاعضاء ديال العصابه، بدا كيتقاتل معاه مني منك، غادي يجر ليه واحد الجنوي وغادي يرشقوا ليه في قلبه. انا جوردن صافي ما بقاش صابر، ونانسي طلعت ليه الدم بالمعقول، غادي يجبد الفردي وغادي يبغي يصفيها ليها حتى غادي يخرج راجله وغادي يقول لي حط السلاح ولا نشتت لك راسك. جوردن غادي يبدا يدير لراجل الطلامس وغادي يبدا يهضر معاه ويقول لي انت ما قادر على والو وما غاديش تقدر تضربني، وبقى كيقرب ليه بشويه بشويه حتى الدليل الفردي. نانسي غادي تستغل الفرصه وغادي تهز الفردي ديال جوردن وغادي تصوبوا ليه مباشره وغادي تضربوا لرجليه. نانسي بقات كتفكر الجرائم ديال جوردن كاملين وما عقلاتش عليه، غادي تصيفط ليه واحد القرطاسه غادي تلوح القروش في البحر وغادي تكون النهايه ديالو مأساويه. هنا كراغ ونانسي غادي يعرفوا بلي بنز مازال حي وغادي يعترف ليها باللي حتى هو ولات عنده عقده من البحر، وقال لها اخر مره غادي نبقى نجي معاك هنا.